عرفيني بنفسك، اسمك وكليتك. اسمي نادية صبري، كلية تجارة. حلمك ايه او نفسك تبقي ايه؟ حلمي يبقى عندي مشروع خاص وبزنس. آه، بدأتي المشروع او كان في هدف في المشروع انت عايزة تبدأ ايه معين؟ لا والله، ولا يعني مثلا لما اتخرج هشوف الحاجة المناسبة وافتح فيها بزنس ممكن. يعني انت لسه ما حددتيش المشروع؟ لأن عندي موهبة بس مش عارفة، مش انا حابة إن شايفة أنا. ان انت عاملة بالفعل شنط، انت اللي عاملاهم، مفيش حد ساعدك فيها خالص خالص. خالص. بدأتي من امتى الموضوع ده او اكتشفتي الموهبة دي امتى؟ الموهبة دي عندي من وأنا صغيرة. انت قد ايه مثلا؟ هو ابتدائي، اعدادي؟ لا، ابتدائي. امم. أنا كنت بحب الحاجات الهاند ميد أوي، امم. والرسم بقى والحاجات اللي في المدرسة والأنشطة والكلام ده. طب بالنسبة بقى انا شايفة، عايزة اشوف الشنطة اللي ما شاء الله يعني. الشنطة دي نص كيلو تقريبا. اه يعني تقيلة. قوليها قعدت معاكي وقت قد ايه؟ الشنطة دي عشان أول شنطة عملتها فخدت مني وقت كبير أوي. امم. وعمال ما كل ما أعملها يحصل مشكلة، مكنتش عارف اللي هو المشكلة بتتحل ازاي، ففكها وأعيدها من الأول. امم. ففكتها والله العظيم يعني 3 مرات عبال ما وصلت للشكل ده. هو ما شاء الله بجد، انا منبهر بجد بيها. ينفع اخدها؟ ينفع طبعا. بالنسبة بقى لدي، خدت دي وقت اقل، هي دي بعدها؟ لا، دي بعدها بكتير، كنت عملت يجي 5 ولا هي دي 6. انت عملتيها وانت في سنة او انت قد ايه؟ وأنا في الجامعة. يعني في السنة دي ولا السنة اللي لا، فاتت؟ من سنتين 3 كده. سنتين تمام، تلاتة. سنة أولى كده ولا فاكرة. بس بجد عملتي تاني ولا وانت عملتي دول لا، عملت تاني، عملت كتير. يعني انت عندك لسه في اه، البيت؟ ما مستردين بقى طب ما القرايب انت كده. فيها اهو، انت بالفعل عندك المشروع انك تبدأي فيه، يعني انت لسه هتفكري لا المشروع جاهز، يلا ابدأي فيه ومفيش حاجة توقفك. انت بالفعل عندك استعداد انك ترجعي تبدأي، وانت مش هتدوري لسه على مشروع جديد، انت بالفعل في مشروعك وكملي. انت قلتي عندك انت ممكن بالفعل تفتحي ورشة عمل وتدربي ناس، عشان ممكن دول ياخدوا منك وقت، اه، فانت جيبي عرفي ناس ودربيهم كده. انت بالفعل بقى عندك ناس تفتحي مشروع وبقى ومحل كبير وتبيعي فيه. براند بقى. اه، ويبقوا براندات بقى، يعني تسمي تشوفي لك براند بقى تسميه، لان اكيد شنطة زي دي هي اكيد دلوقتي بتساوي الاف، مش الف، طبعا. الاف. وكمان شكلها ما شاء الله حلو، دي اكتر واحدة منبهرة بيها يعني بجد. عشان اللمعة بتاعتها برضه صح؟ اه. فيها لمعة عشان ازاز. بالنسبة بقى ده انا شايفة حاجات هنا. ده ايه؟ كوستر امم. من ريزو، عاملاه هنا في الورشة في المركز. امم. كان في ورشة ريزو، اشتركت فيها، وكان كل واحد طالب بيدوله شوية ريزو كده في اللي هو ويصبوه بيعمل شكل منه. فأنا كنت عملت الشكل ده، كل امم. واحد بياخد الشكل بتاعه لما يخلص. بالنسبة بقى للميدالية دي. دي ميدالية واخداها من الشهيد الرفاعي في الجامعة الأمريكية. ان شاء كنت الله. بلعب رمي قوس. طب بالنسبة للمركز بيديك الدعم ايه، او ايه اللي هو بيديهولك بمعنى اصح؟ بيديني دعم كتير جدا. زي آه، فني ورياضي ونفسي وحاجات كتير أوي. ايه اكتر حاجة انت شايفة انك استفدتي منها من المركز؟ والله استفدت برضه من حاجات كتير برضه. طب ايه اول حاجة جت في ذهنك دلوقتي؟ والله بالنسبة عملت صداقات هنا حلوة أوي، وعرفت ناس كويسة جدا. يعني اقدر، طب تحبي توجهي رسالة ايه للمركز؟ أقول لهم شكرا على تعبكم معانا. انت طب مكسوفة ليه؟ عادي. وشكرا للدكتور سمر، وشكرا للدكتور الكابتن أحمد خليل والكابتن أحمد الشحات. طب بالنسبة لحلمك بقى ومشروعك اللي انت بدأتي فيه، مين من بيدعمك فيه بعيدا بقى عن الجامعة؟ أهلي كتير جدا. تحبي توجهي لهم رسالة؟ أقول لهم شكرا على دعمكم ليا وأفضل. حابة تقولي اي حاجة أخيرة؟